اهلا طلابي الاعزاء، سنه اولى اعدادي. انا مستر محمد رجب، والنهارده ان شاء الله معانا درس عصر الدوله الوسطى، عصر الرخاء الاقتصادي. عرفنا في الدرس اللي فات اللي هو عصر الدوله القديمه قد ايه المصريين القدماء وملوكهم كانوا عظماء في بناء الحضاره المصريه القديمه، وقدروا يبنوا حاجات كتيره قوي، اهمها طبعا بنائهم للاهرامات المصريه القديمه. ولكن نهايه عصر الدوله القديمه كان بشكل غير متوقع بسبب ضعف الحكومه المصريه في نهايه الاسره السادسه، وبعد كده البلاد اتقسمت وانتشرت الفوضى والاضطرابات، وده كان من خصائص عصر الاضمحلال الاول. قال لي العصر الاضمحلال الاول هيفضل مستمر معايا لغايه ما تظهر اسره قويه في مدينه طيبه اللي هي النهارده اسمها الاقصر، وهتقدر الاسره دهيت ان هي توحد البلاد مره تانية عشان يبدا على ايديها عصر جديد وهو عصر الدوله الوسطى. طيب تعالوا نتعرف على عصر الدوله الوسطى، عصر الرخاء الاقتصادي. طيب عصر الدوله الوسطى قال لي بيتكون من اسرتين بس، الاسره ال11 والاسره ال12. طيب ماشي، اسرتين بس يعني؟ ايوه اسرتين بس، الاسره ال11 والاسره ال12. طيب قال لي بقى طب خصائص عصر الدوله الوسطى ايه؟ الاسرتين دولت ايه اللي حصل فيهم؟ قال لي لا، ده عصر الدوله الوسطى ده كان فيه انجازات كتيره قوي. رقم واحد تامين الحدود، بدانا ان احنا نامن الحدود بتاعتنا. طيب امناها يعني من خلال ايه؟ قال لي من خلال توسيع حدود مصر الجنوبيه، بدانا ان احنا نضم اراضي جنوبنا عشان نقدر ان احنا نامن الاراضي بتاعتنا الاساسيه، وكمان بناء الحصون لتامين حدود مصر الشرقيه والجنوبيه. يبقى اول خاصيه من خصائص عصر الدوله الوسطى تامين الحدود. طب امنا الحدود من خلال ايه؟ قال لي من خلال توسيع حدود مصر الجنوبيه وكمان بناء الحصون. طب واحنا بنينا الحصون ليه؟ قال لي بنينا الحصون عشان نامن حدود مصر الشرقيه وكمان الجنوبيه. طيب ماشي، يبقى دي كده اول خاصيه من خصائص عصر الدوله الوسطى. اتنين، قال لي من خصائص عصر الدوله الوسطى استقرار الحكم وازدياد قوه السلطه المركزيه والتنظيم الاداري الجيد للبلاد. قال لي عصر الدوله الوسطى ده اتميز بان الحكم خلاص مستقر، ما بقاش فيه فوضى، وكمان الحكومه والملك بقوا اقوياء، بقى في قوه في السلطه المركزيه، وكمان التنظيم الاداري بقى تنظيم اداري جيد. طيب ماشي، يبقى قلنا رقم 2 استقرار الحكم وازدياد قوه السلطه المركزيه والتنظيم الاداري الجيد للبلاد. طيب رقم 3 قال لي ظهر في عصر الدوله الوسطى نشاط معماري كبير، ظهر تحديدا في بناء المقابر والمعابد. يبقى من مميزات عصر الدوله الوسطى النشاط المعماري الكبير اللي ظهر في بناء المقابر والمعابد. طيب ايه كمان؟ قال لي عصر الدوله الوسطى اتميز بازدهار الادب والفنون، الادب والفنون ازدهروا في عصر الدوله الوسطى. طب ايه السبب؟ قال لي بسبب زياده الانتاج الادبي والتقدم في الفنون مثل فن الرسم وفن النحت. المصريين في عصر الدوله الوسطى بداوا ان هم يالفوا قصص او يالفوا روايات او يالفوا اساطير، فقال لي زاد عندهم الانتاج الادبي، وكمان ظهر عندهم تقدم في الفنون زي فن الرسم وفن النحت. تمام. طيب رقم 5 قال لي رقم 5 الاهتمام بالتعدين، فبدا ملوك الدوله الوسطى يهتموا بالتعدين من خلال استغلال المحاجر والمناجم. بدانا ان احنا نستغل المحاجر والمناجم كمان. طيب ماشي. طب رقم 6 قال لي زياده النشاط التجاري مع البلاد المجاوره زي فينيقيا وبلاد بونت. في عصر الدوله الوسطى بدانا نعمل تجاره واسعه شويه، فبدانا نتاجر كتير قوي مع فينيقيا ونتاجر كتير برضو مع بلاد ايه؟ مع بلاد بونت. طيب ماشي. رقم 7 قال لي من خصائص عصر الدوله الوسطى رقم 7 الاهتمام بالمشروعات الزراعيه. بدانا نهتم بالمشاريع الزراعيه. طب ازاي يعني؟ عن طريق ان احنا عملنا توسيع لمساحات الاراضي الزراعيه، وكمان عملنا سدود لتخزين مياه الفيضان للاستفاده منها في اوقات الجفاف. يبقى تاني كده خصائص عصر الدوله الوسطى. قال لي خصائص عصر الدوله الوسطى رقم 1 ايه؟ تامين الحدود من خلال توسيع حدود مصر الجنوبيه وكمان بناء الحصون. طب بنينا الحصون ليه؟ لتامين حدود مصر الشرقيه والجنوبيه. الحاجه الثانيه استقرار الحكم وزيادة قوة السلطة المركزية والتنظيم الإداري الجيد للبلاد. هنا البلد بتاعتنا بقى ليها حاكم قوي وبقى فيها حكومة قوية كمان. طيب رقم 3 النشاط المعماري الكبير، وده ظهر في بناء المقابر والمعابد. رقم 4 الازدهار الأدب والفنون. طب الأدب والفنون ازدهروا بسبب إيه؟ قال لي بسبب زيادة الإنتاج الأدبي والتقدم في الفنون مثل فن الرسم وفن النحت. طيب إيه كمان؟ قال لي
الاهتمام بالتعدين من خلال استغلال المحاجر والمناجم، وكمان قلنا زيادة النشاط التجاري مع البلاد المجاورة زي افريقيا وبلاد بونت، وكمان قلنا الاهتمام بالمشروعات الزراعية من خلال توسيع مساحات الأراضي الزراعية وإقامة السدود لتخزين مياه الفيضان للاستفادة منها في أوقات الجفاف. طيب لو جالي سؤال قال لي بما تفسر سمي عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي، أقول له إيه؟ قال لي هقول له هجاوب عليه من الخصائص، آخر 3 خصائص. هقول له بسبب الاهتمام بالتعدين من خلال استغلال المحاجر والمناجم، وكمان هقول له زيادة النشاط التجاري مع البلاد المجاورة زي افريقيا وبلاد بونت. طيب وكمان هقول له الاهتمام بالمشروعات الزراعية زي ايه؟ قال لي زي توسيع مساحات الأراضي الزراعية وكمان عمل سدود عشان نخزن مياه الفيضانات ونقدر نستفيد منها في أوقات الجفاف. طيب ماشي، نيجي بقى لأشهر ملوك عصر الدولة الوسطى. قال لي أشهر ملوك عصر الدولة الوسطى اللي هناخدهم في الدرس ده كلهم من الأسرة ال 12 ما عدا أول ملك. الملك مين؟ قال لي الملك منتحتب الثاني من الأسرة الكام؟ قال لي ده من الأسرة ال 11. أي ملك هناخده بعد كده من الأسرة ال 12. طيب قال لي الملك منتحتب الثاني إيه أهم أعماله؟ قال لي قبل ما نقول أعماله لازم نعرف قبل ما يمسك الحكم. قبل ما يمسك الحكم كان في حكومتين وملكين في مصر، ملك في الوجه البحري وهو ملك من ملوك إهناسيا، وملك في الجنوب وهو ملك من ملوك طيبة. يعني البلد كانت مقسومة على 2. لكن بقى لما جه منتحتب الثاني قال لي ده كان أول حاكم في طيبة يقدر إن هو يسيطر على الوجه البحري والوجه الإبلي بعد عصر الدولة القديمة. يعني من بعد عصر الدولة القديمة في عصر الاضمحلال الأول كانت البلد ما كانش متوحدة خالص، كانت متقسمة زي ما احنا ما قلنا. لكن بقى أول واحد هيوحدها تاني ويحكمها كلها على بعضها هو الملك منتحتب الثاني، وهيقدر ان هو ينتصر على ملوك إهناسيا اللي كانوا قاعدين في الشمال في الوجه البحري. يبقى تاني كده اول عمل للملك منتحتب الثاني ان هو ايه؟ قال لي اول حاكم من طيبة بعد عصر الدولة القديمة يقدر يسيطر على الوجه البحري والوجه الإبلي مع بعض، حيث انه نجح في ذلك بعد الانتصار على ملوك إهناسيا في الشمال. طيب ماشي، يبقى دي اول حاجة عملها ان هو وحد مصر كلها تحت حكمه هو بس. طب تاني حاجة قال لي أعاد السلطة المركزية القوية، بقى في ملك قوي وبقى في حكومة قوية، وأصلح النظام الإداري في الدولة، ونجح في أن يحد من نفوذ حكام الأقاليم، يعني يخلي حكام الأقاليم يسمعوا كلامه ويطيعوه كمان. تمام كده؟ يبقى دي اول عملين من اعمال الملك منتحتب الثاني. طيب ايه تاني؟ قال لي اهتم بتجميل طيبة وانشأ المعابد فيها. المدينة بتاعته اللي هي مدينة طيبة وعاصمة مصر في عهده، قال لي بدأ ان هو يجملها ويخليها في احسن صورة، وكمان انشأ فيها معابد كتيرة. وبعد كده عمل ايه؟ قال لي قام بالتوسع جنوبا، بدأ ياخد الجيش ويوسع الاراضي المصرية ناحية الجنوب. ورقم 5 ارسل بعثة تجارية الى بلاد بونت عبر الصحراء، بعت رحلة تجارية لبلاد بونت عن طريق الصحراء. يبقى ده الملك مين؟ منتحتب الثاني. بيقولوا ان فترة حكم الملك منتحتب الثاني بداية لمجد الأسرة ال11 او بداية لمجد الأسرة ال11. ليه؟ بقول اعماله بقى. اول حاجة كان اول حاكم في طيبة بعد عصر الدولة القديمة يسيطر على الوجه البحري والوجه الإبلي بعد ان نجح في الانتصار على ملوك إهناسيا في الشمال، واعاد السلطة المركزية القوية، وأصلح النظام الإداري في الدولة، ونجح كمان في إن هو يقلل من نفوذ حكام الأقاليم. وكمان من أعماله قلنا اهتم بتجميل طيبة وأنشأ المعابد فيها، وقام بالتوسع جنوبا، وأرسل بعثة تجارية لبلاد بونت عبر الصحراء. يبقى ده كده الملك مين؟ الملك منتحتب الثاني. نيجي للملك اللي بعده وهو الملك أمنمحات الأول، وده أول ملك من ملوك الأسرة ال12، يعني مؤسس الأسرة ال12. الملك مين؟ أمنمحات الأول. قال لي البلد في عهده تميزت بأنها دولة قوية مستقرة متقدمة في كل المجالات الاقتصادية والفنية والأدبية. مصر في عهده كانت حاجة تانية، كانت دولة قوية مستقرة متقدمة في الاقتصاد ومتقدمة في الفن ومتقدمة في الأدب. طيب ماشي، الملك أمنمحات الأول بقى عمل إيه أهم أعماله؟ قال لي أهم أعماله رقم 1 نقل عاصمة البلاد من طيبة إلى إيسيتاوي، يعني نقل عاصمة مصر بدل ما هي طيبة
طيبة خلاها إيسيتاوي. طيب ليه خلاها إيسيتاوي؟ ليه؟ قال لي لتكون في موقع متوسط بين الوجهين البحري والإبلي حتى يسيطر على كل أنحاء مصر. ما عجبهوش الموقع بتاع مدينة طيبة، لأن طيبة احنا عارفين في جنوب مصر، فبدأ إن هو يقول لا، أنا عايز العاصمة تكون في مكان متوسط بين الوجه الإبلي والوجه البحري عشان أقدر أسيطر على البلاد كلها بشكل كويس. قال لي كلمة إيسيتاوي ديت معناها إيه؟ قال لي هي أصلا كلمة فرعونية معناها القابضة على الأرضين، اللي هم الشمال والجنوب يعني، وهي دلوقتي موجودة في قرية اللشت بمحافظة الجيزة. يعني هي النهاردة في الجيزة، تمام كده، في قرية اسمها قرية اللشت، ده مكان عاصمة الملك أمنمحات الأول إيسيتاوي. طيب يبقى هو حب إن العاصمة بتاعته تكون في منطقة متوسطة، ما تكونش في منطقة متطرفة في الجنوب أو في الشمال، عشان كده نقل العاصمة من طيبة إلى إيسيتاوي لتكون في موقع متوسط بين الوجهين البحري والإبلي، ويقدر يسيطر من خلالها على كل أنحاء مصر. تاني أعماله إيه بقى؟ قال لي تاني أعماله أخضع حكام الأقاليم لسيطرته ومنحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم منه. بدأ إن هو يديلهم ألقاب حلوة، ألقاب كويسة، وبدأ إن هو يقربهم منه، بيسيسهم يعني. يبقى الملك أمنمحات الأول بدأ إن هو يخضع حكام الأقاليم لسيطرته ويخليهم يسمعوا كلامه عن طريق إن هو بيديهم ألقاب رفيعة، يعني ألقاب عظيمة بترفع من شأنهم، وكمان يقربهم منه. طيب إيه كمان؟ قال لي قام بطرد القبائل الآسيوية التي دخلت مصر عن طريق الشرق. قال لي كان في قبائل دخلت في عهد الملك أمنمحات الأول مصر عن طريق الشرق، فقدر الملك أمنمحات الأول يطردهم بره مصر. طيب وإيه كمان؟ قال لي راح بقى عشان يأمن البلاد عمل سلسلة من الحصون على الحدود الغربية للدلتا، في غرب الدلتا كده، وبدأ يعمل حصون. طب ليه؟ قال لي لحماية مصر من الغارات الليبية. الليبيين كانوا بيجهزوا جيوش دايما وبيحاولوا ان هم ييجوا عن طريق الحدود الغربية ويخشوا على مصر ويحاولوا ان هم يحتلوها، فالملك أمنمحات الأول كان عامل حسابه، فعمل حصون كتيرة على الحدود الغربية للدلتا لحماية مصر من الغارات الليبية. وكمان وصلت حدود مصر الجنوبية في عهده إلى الجندل الثاني. قلنا قبل كده ان نهر النيل بعض المناطق فيها صخور كتيرة، المناطق ديت 6 مناطق يعني 6 جنادل. طيب هو وصل حدود مصر بقى للجندل الثاني، ودي طبعا منطقة كده بعيدة، وكده أرض مصر كبرت قوي من ناحية الجنوب، يبقى وصلت حدود مصر الجنوبية في عهده إلى الجندل الثاني. يبقى تاني الملك أمنمحات الأول قلنا هو مؤسس الأسرة ال12، ومصر أصبحت في عهده دولة قوية اتميزت بالاستقرار والتقدم في المجالات الاقتصادية والفنية والأدبية. قلنا من أعماله نقل عاصمة مصر من طيبة إلى إيسيتاوي. ليه؟ لتكون في موقع متوسط بين الوجه البحري والوجه الإبلي عشان يقدر يسيطر على كل أنحاء البلاد، وكمان أخضع حكام الأقاليم. طب إزاي بقى؟ قال لي عن طريق منحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم منه، وكمان طارد القبائل الآسيوية اللي دخلت مصر عن طريق الشرق، وكمان عمل حصون على الحدود الغربية للدلتا عشان يحمي مصر من الغارات الليبية. ووصلت حدود مصر الجنوبية في عهده إلى الجندل الثاني. طيب نيجي للملك بقى اللي بعده اللي هو مين؟ الملك سنوسرت الثالث. الملك سنوسرت الثالث طب عمل إيه؟ قال لي عمل 3 حاجات. يبقى سنوسرت الثالث عمل 3 حاجات. أول حاجة قام بتأمين حدود مصر الشمالية والجنوبية والدفاع عنها، فكان من أحسن وأعظم الملوك اللي عملوا حملات عسكرية لتأمين الحدود. يبقى أول حاجة عملها أمن حدود مصر الشمالية والجنوبية ويدافع عنها ضد أي خطر، فكان من أعظم الملوك اللي أمنت حدود مصر هو الملك سنوسرت الثالث. طيب العمل الثاني بتاعه إيه بقى؟ قال لي اهتم اهتماما خاصا بالحدود الجنوبية، كان في أخطار وفي قلق بيجي لنا دايما من ناحية الجنوب، عشان كده هو اهتم اهتماما خاصا بالحدود الجنوبية، فعمل هناك حصون زي حصن سمنة وقمنة. حصن إيه؟ سمنة وقمنة عند الجندل الثاني اللي هو آخر الحدود المصرية من ناحية الجنوب. يبقى اهتم اهتماما خاصا بالحدود الجنوبية فعمل حصون مثل حصن سمنة وقمنة عند الجندل الثاني، طبعا كل ده في جنوب ايه؟ في جنوب مصر. وكتب لوحة على الحدود الجنوبية وقال انه بريء من ابن يأتي من بعده ولا يحافظ على تلك الحدود. يبقى كتب رسالة للي هيجي من بعده ان هو لازما برضه يحافظ على الايه؟ على الحدود، يا اما مش هيكون ابن مصر نهائي. طيب وايه تاني بقى العمل الثالث اللي هو عمله؟ قال لي العمل الثالث امر بحفر قناة
ومائية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق إيه؟ قال لي عن طريق نهر النيل، عرفت بقناة سيزوستريس. عرفت بقناة إيه؟ سيزوستريس. يبقى الملك سنوسرت الثالث عمل 3 حاجات: قام بتأمين حدود مصر الشمالية والجنوبية، واهتم اهتماما خاصا بالحدود الجنوبية، فعمل هناك حصون زي حصن سمنة وحصن قمنة عند الجندل الثاني، وكمان أمر بحفر قناة عرفت فيما بعد باسم قناة سيزوستريس، ودي بتربط بين البحر الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل. طب لو جه سؤال قال لي ما النتيجة المترتبة على حفر قناة سيزوستريس؟ ايه اللي حصل لما حفر سنوسرت الثالث قناة سيزوستريس؟ حفر القناة ده بقى جيب الخير على مصر. ازاي يعني؟ قال لي أدى ذلك إلى زيادة حركة التجارة بين مصر وجيرانها، يبقى التجارة زادت ما بين مصر وما بين جيرانها. نيجي للملك اللي بعده، الملك أمنمحات الثالث. الملك مين؟ أمنمحات الثالث. قال لي الملك أمنمحات الثالث عهده تميز بالسلام والتنمية الاقتصادية، لأن الراجل ده قدر إن هو يستثمر موارد مصر، فأي حاجة شافها أمنمحات الثالث ممكن تفيد الاقتصاد المصري استخدمها وعملها كمان. فأهم أعماله إيه بقى؟ قال لي أهم أعماله أرسل حوالي 24 بعثة لاستخراج المعادن والأحجار من شبه جزيرة سيناء. بعت 24 رحلة لغاية سيناء عشان يجيبوا معادن ويجيبوا الأحجار كمان. طيب ماشي، إيه كمان؟ قال لي اهتم بشؤون الري والزراعة، كان بيحب قوي ان هو يهتم بشؤون الري والزراعه. فعمل ايه بقى؟ قال لي اقام سدا عظيما اسمه سد اللاهون عند مدخل بحيره مورس اللي هي النهارده اسمها بحيره قارون لتخزين مياه الفيضان. يبقى هنا كان بيهتم بالري والزراعه. طيب عمل ايه بقى باهتمامه بالري والزراعه؟ اول حاجه اقام سدا عظيما اسمه سد اللاهون عند مدخل بحيره مورس اللي هي النهارده اسمها بحيره قارون لتخزين مياه الفيضان. يعني هو لقى ان الفيضان بتاع نهر النيل لما بيجي الميه بتخش عند منخفض الفيوم بشكل كبير، فبتغرق اراضي الفيوم وبتغرق بحيره مورس. عشان كده قال انا هبني سد قبل مدخل بحيره قارون في الفيوم عشان اخزن الميه. يبقى هو بناها ليه؟ لتخزين مياه الفيضان. طيب هو يخزن مياه الفيضان ليه؟ قال لي لحمايه البلاد من المجاعه اللي ممكن تصيبها نتيجه انخفاض منسوب مياه نهر النيل. قال ما ممكن الميه بتاعت نهر النيل فتره من الفترات ما تجيش كتيره، وبالتالي احنا هنموت لو ما لقيناش ميه، فانا من دلوقتي الميه الزياده ديت اللي بتروح منخفض الفيوم فانا هخزنها ورا سد اللاهون عشان بعد كده اقدر استخدمها لو حصل جفاف. وكمان اهتم بالتوسع في مساحات الاراضي الزراعيه من خلال اقامه السد. فقال لما انا ابني السد واخزن وراه ميه، الميه ديت هستفيد منها استفادتين: اول حاجه لو حصل جفاف هيبقى عندي ميه انا مخزنها، تاني حاجه ان انا هقدر ان انا ايه؟ اوسع الاراضي الزراعيه بتاعتي. كمان عمل ايه؟ قال لي اقام مقاييس للنيل عند الجندل الثاني. بدا ان هو يعمل مقاييس لنهر النيل عند الجندل الثاني. طب هو بيعمل مقاييس ليه؟ قال لي عشان يقيس. طب يقيس ايه بقى؟ قال لي يقيس منسوب مياه نهر النيل ويراقبه، المنسوب طلع المنسوب قل عشان يعرف الميه اللي جايه لمصر كتيره او قليله. يبقى الملك امنمحات الثالث عهده كان عهد سلام وتنميه اقتصاديه. يبقى الملك امنمحات الثالث عهده كان عهد سلام وتنميه اقتصاديه. ارسل 24 بعثه لاستخراج المعادن وقطع الاحجار في شبه جزيره سيناء، واهتم بشؤون الري والزراعه. فعمل حاجتين: قال لي اقام سدا عظيما اسمه سد اللاهون عند مدخل بحيره مورس اللي هي النهارده اسمها بحيره قارون لتخزين مياه الفيضان. وقلنا هنا هيخزن الميه عشان حاجتين: يحمي البلاد من المجاعه اللي ممكن تصيبها نتيجه انخفاض منسوب مياه نهر النيل، وكمان التوسع في مساحات الاراضي الزراعيه. وقلنا ان هو اقام مقاييس للنيل عند الجندل الثاني لمراقبه ارتفاع منسوب مياه نهر النيل. اخر ملوك الدوله الوسطى وهي الملكه سوبك نفرو. الملكه سوبك نفرو اخر ملوك الاسره ال12 واخر ملوك عصر الدوله الوسطى. قبل ما نخش في الملكه سوبك نفرو بحب افكركم ان كل الدروس اللي فاتت والدروس اللي جايه هنلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو، هنلاقيها كمان في التعليقات. الملكه سوبك نفرو قال لي ديت بنت الملك امنمحات الثالث، ومسكت حكم مصر بعد وفاه اخوها كان اكبر منها الملك امنمحات الرابع. يبقى الملكه سوبك نفرو بنت الملك امنمحات الثالث ومسكت الحكم بعد وفاه امنمحات الرابع. استمر حكمها للبلاد حوالي 4 سنين. مسكت الحكم كام سنه؟ 4 سنين. الملكه سوبك نفرو قال لي دي كانت اول ملكه واول حاكمه تتسمى على اسم الاله سوبك. طب الاله سوبك ده كان اله ايه يعني؟ ده الاله اللي كان بيعطي القوه لحاكم مصر وفقا
معتقدات المصريين القدماء القديمة، عشان كده سموها سوبك نفرو نسبة للإله سوبك رمز القوة لحاكم مصر. طيب ماشي، الملكة سوبك بقى لما مسكت ال4 سنين دولت عملت ايه؟ قال لي اعمالها 3 حاجات. اول حاجة اسست العديد من المعابد، بدأت ان هي تبني وتشيد معابد كتيرة، وكمان استكملت بناء هرم والدها في منطقة هوارة بالفيوم. الملك أمنمحات الثالث كان بيبني في هرم اسمه هرم هوارة في الفيوم، ولكن الهرم ده ما كملش ومات أمنمحات الثالث، فجت بنته سوبك نفرو هي اللي كملت الهرم ده. وكمان الملكة سوبك نفرو أنشأت هرما خاصا بها بالقرب من منطقة دهشور. يبقى أعمالها عبارة عن 3 حاجات. أول حاجة أسست العديد من المعابد، تاني حاجة استكملت بناء هرم والدها في منطقة هوارة، تالت حاجة أنشأت هرما خاصا بها بالقرب من منطقة دهشور. بعد الملكة سوبك نفرو هينتهي وهيسقط عصر الدولة الوسطى. طب ايه هي اسباب ضعف وسقوط عصر الدولة الوسطى؟ قال لي اسباب سقوط عصر الدولة الوسطى سببين. اول حاجة ضعف الملوك الذين جاءوا بعد الملك أمنمحات الثالث. كل الملوك اللي جم بعد أمنمحات الثالث كانوا ملوك ضعاف، فما قدروش ان هم يحافظوا على البلد. وكمان اللي زادت الصراعات بين حكام الاقاليم على السلطة. الملك لما بقى ضعيف حكام الاقاليم بدأوا ان هم يخشوا في صراعات مع بعض على السلطة وعلى الحكم في الاقاليم المجاورة ليهم، فطبعا الدولة هنا دخلت في حالة من الضعف الشديد، وده ادى الفرصة لناس اسمهم الهكسوس ان هم يجوا ويسيطروا على مصر، فوقعت مصر عرضة للاطماع الخارجية ووقعت تحت سيطرة الهكسوس. يبقى تاني كده اللي ضعف وسقوط الدولة الوسطى ليه سببين. اول حاجة ضعف الملوك الذين جاءوا بعد الملك أمنمحات الثالث، تاني سبب زيادة الصراعات بين حكام الأقاليم على السلطة، وده عرض البلاد للأطماع الخارجية ووقعت تحت حكم الهكسوس. وبعد انتهاء بقى عصر الدولة الوسطى دخلت مصر في عصر اسمه عصر الإضمحلال الثاني أو عصر الضعف الثاني. طيب هيفضل مستمر معايا لإمتى؟ قال لي هيفضل مستمر من الأسرة ال13 للأسرة ال17، يعني حوالي 5 أسرات. يبقى هنا عصر الضعف الثاني هيستمر في مصر لمدة 5 أسرات، من الأسرة ال13 لغاية الأسرة ال17. اتعرضت البلاد في العصر ده لغزو الهكسوس. طب مين بقى دولت الهكسوس؟ قال لي دولت شوية قبائل جت من وسط آسيا واحتلت مصر. يبقى الهكسوس هم مجموعة من القبائل التي جاءت من وسط آسيا، قبائل لقت مصر دولة ضعيفة فجت واستولت على مصر. طب جت منين القبائل ديت؟ قال لي دي جاية من وسط آسيا. طب الهكسوس لما دخلوا مصر بقى قال لي قاموا بيه الاستيلاء بالقوة على مدينة منفر، المدينة اللي كان بناها الملك مينا قبل كده، راحوا مستوليين عليها. وكمان جمع المعابد اللي المصريين بنوها قاموا بتدميرها، وكمان سلبوا ممتلكات المصريين وفرضوا الضرائب الكثيرة. يبقى الهكسوس لما جم عملونا معاملة وحشة قوي، فاستولوا بالقوة على مدينة منفر، وكمان قاموا بتدمير المعابد وسلب الممتلكات بتاعة المصريين، وكمان فرض الضرائب الكثيرة. طيب الهكسوس بقى قعدوا فين؟ قال لي استقر الهكسوس في شرق الدلتا، واتخذوا من مدينة أواريس عاصمة لهم، وديت دلوقتي مدينة في الشرقية. يبقى تاني كده استقر الهكسوس في شرق الدلتا، واتخذوا من مدينة في شرق الدلتا اسمها أواريس عاصمة لهم، وبكده حكم الهكسوس الوجه البحري. طيب الوجه القبلي بقى الصعيد؟ قال لي لا، الوجه القبلي ما سيطروش عليه، فكان اللي بيحكموا أمراء وطنيون، يعني أمراء مصريين من طيبة، فاكتفى الهكسوس بقبول الضرائب منهم دون التدخل في شؤونهم. يعني الهكسوس قالوا للأمراء الموجودين في الجنوب انتوا تدفعوا الضرائب مش هنيجي جنبكم، انما لو ما دفعتوش الضرائب هنيجي جنبكم ونحاربكم كمان. فقال لي هنا الوجه القبلي كان بيحكموا أمراء وطنيون، اكتفى الهكسوس بقبول دفعهم للضرائب دون التدخل في شؤونهم. قال لي بس الوضع بقى مش هيفضل على كده كتير، امال ايه بقى؟ قال لي المصريين مش هيسكتوا، فهيحصل كفاح المصريين ضد الهكسوس. المصريين هيبداوا ان هم يكافحوا من اجل اخراج الهكسوس من مصر، فهيعملوا حرب مع الهكسوس اسمها حرب التحرير. اسمها ايه؟ حرب التحرير. الملوك بقى اللي ليهم شهرة في حرب التحرير ديت هم ملوك الاسرة ال17، ودولت الملوك اللي عملوا انتفاضة ضد الهكسوس، هم اللي بداوا يحاربوا ضد الهكسوس وينخربوا ورا الهكسوس ويحاولوا
يطردوهم من البلاد. ملوك الأسرة الكام؟ ال17 بيعتبر عهدهم عصر الانتفاضة ضد الهكسوس. ليه يعني؟ عملوا ايه؟ قال لي عمل ملوك الأسرة ال17 على تنظيم أمور مملكتهم في طيبة، وكمان بث الشعور الوطني وروح المقاومة لدى المصريين لمواجهة الهكسوس. ملوك الأسرة ال17 بدأوا ان هم ينظموا أمور المملكة بتاعتهم في طيبة، وكمان يبثوا الروح الوطنية وروح المقاومة لدى المصريين عشان يواجهوا الهكسوس. بدأوا ان هم يشجعوا المصريين على مواجهة الهكسوس. تمام، يبقى دولت ملوك الأسرة ال17 كان ليهم دور في الانتفاضة ضد الهكسوس. عملوا حاجتين، أول حاجة قاموا بتنظيم أمور مملكتهم في طيبة وبث الشعور الوطني وروح المقاومة لدى المصريين لمواجهة الهكسوس. طيب مين بقى أشهر ملوك طيبة الذين واجهوا الهكسوس؟ أشهر الملوك ملك اسمه الملك سقننرع الثاني. الملك سقننرع الثاني ده أول من بدأ النضال الحقيقي لتحرير البلاد من الهكسوس. أول واحد بدأ إن هو فعلا يحارب الهكسوس، وكان زوجته كمان اسمها إياحتب وديت سندته، ولكن سقننرع للأسف مات في ساحة المعركة وهو بيحارب الهكسوس. يبقى أول ملك معانا من ملوك طيبة واجه الهكسوس قال لي الملك سقننرع الثاني. بدأ النضال الحقيقي لتحرير البلاد من الهكسوس، وسندته مراته اسمها ايه بقى؟ إياحتب. ولكن طبعا سقننرع قتل في ساحة المعركة وهو بيحارب الهكسوس، عشان يمسك من بعده ابنه الملك كاموس. ابنه مين؟ الملك كاموس. وقال لي ده بقى حمل لواء الكفاح بعد مقتل أبيه. لما أبوه مات قال أنا اللي هجيب حق أبويا، وقاد المصريين في حروبهم ضد الهكسوس. طيب عمل إيه؟ قال قبل ما حارب الهكسوس أأمن البلد الأول، فعمل على تأمين حدود البلاد الجنوبية، فقام بحملة مفاجئة على أرض كوش. يبقى هنا الكوشيين كانوا في جنوب مصر، والكوشيين كان عندهم ملك بيساعد الهكسوس وبيديلهم إمدادات عن طريق نهر النيل. عشان كده الملك كاموس قال أول حاجة أقطع الإمدادات عن الهكسوس. فأول حاجة عملها عمل على تأمين حدود البلاد الجنوبية، فقام بحملة مفاجئة على أرض كوش. طب ليه بقى؟ قال لي لإجبار أميرها على قطع الإمدادات التي كانت تصل إلى الهكسوس عن طريق نهر النيل. يبقى هو قال أول حاجة أمن حدود الجنوبية وامنع الخاين اللي موجود في أرض كوش اللي بيبعت إمدادات أسلحة لملك الهكسوس عن طريق نهر النيل، وفعلا عمل كده وقطع الإمدادات. ده الملك مين؟ كاموس. وبعد كده انطلق بالجيش بتاعه نحو الشمال عشان يحارب الهكسوس، وقدر فعلا ان هو ينتصر عليهم انتصارات عظيمة وحرر جزء كبير من مصر بنقول عليها دلوقتي مصر الوسطى، ودي كانت تحت نفوذ الهكسوس اللي هي الجزء ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. الجزء اللي ما بينهم ده اسمه مصر الوسطى. ولكن الملك كاموس برضه قتل في حرب التحرير زي ابوه سقننرع الثاني. يبقى تاني كده بنتكلم عن الملك مين؟ الملك كاموس. قال لي الملك ده حمل لواء الكفاح بعد مقتل والده، وعمل ايه بقى؟ قال لي قاد المصريين في حروبهم ضد الهكسوس. طب اول حاجه عملها عمل على تأمين حدود مصر الجنوبيه، وقام بحمله مفاجئه على ارض كوش. طب ليه؟ قال لي لاجبار اميرها على قطع الامدادات التي كانت تصل الى الهكسوس عن طريق نهر النيل. وبعد ما امن الحدود الجنوبيه قال لي انطلق بجيشه نحو الشمال وانتصر على الهكسوس انتصارا عظيما، وخد منهم مصر الوسطى اللي كانت تحت نفوذهم. ولكن قلنا الملك كاموس قتل هو كمان في حرب التحرير. طب مين اللي هيمسك بعد كاموس؟ قال لي اخوه الصغير الملك احمس الاول. الملك مين؟ الملك احمس الاول. اكمل الكفاح اللي بدأه سقننرع ابوه واللي كمله اخوه كاموس. كمله بقى الملك مين؟ احمس الاول. فقال لي اول حاجه عملها اتجه بجيش نحو الشمال وحاصر عاصمه الهكسوس اللي هي مدينه ايه؟ اواريس، وقدر ان هو يدخلها. ففر الهكسوس الى فلسطين، فتعقب احمس الهكسوس الى فلسطين وحاربهم حتى قضى على خطرهم. يبقى الملك احمس هنا اول حاجه عملها راح واخد الجيش المصري وراح رايح عند عاصمه الهكسوس اللي هي اواريس وحاصر المدينه، فاستسلموا وقدر ان هو ينتصر عليهم. وبعد كده الهكسوس جريوا وراحوا على فلسطين. احمس بقى يسيبهم؟ قال لي لا، تعقب الهكسوس الى فلسطين وحاربهم في فلسطين حتى قضى على خطرهم. وقال لي كده احمس الاول حرر مصر تماما من الهكسوس. وبعد ما حرر مصر تماما من الهكسوس وجه اهتمامه في تنظيم البلاد وتأسيس عصر الدولة الحديثة، وده اللي احنا هناخده في الدرس اللي جاي طبعا. قال لي بقى المفروض بقى ما ننساش دور الملكة العظيمة إياحتب في حرب التحرير.
كان ليها دور الملكه ديت؟ قال لي اه طبعا كان ليها دور، ودور كبير قوي. طب ايه دور الملكه اياح حتب في حرب التحرير ضد الهكسوس؟ قال لي الملكه ديت شجعت ابنها كاموس وابنها احمس على الاستمرار في الكفاح بعد مقتل ابيهما سقننراع الثاني، وكمان تولت شؤون الحكم اثناء الحرب ضد الهكسوس نيابه عنهم الى حين عودتهم منتصرين. يعني تقول لهم انتوا مالكوش دعوه بحاجه، روحوا حرب الهكسوس وانا همسك الحكم مكانكم لغايه ما ترجعوا. يبقى الملكه اياح حتب شجعت ابنها كاموس وابنها احمس على الاستمرار في الكفاح حتى بعد مقتل ابوهم سقننراع، يعني ما خافتش عليهم، لا ده هي بدات ان هي تشجعهم وتقول لهم حرروا بلدكم من الاعداء اللي هم الهكسوس، وكمان بدات ان هي تتولى شؤون الحكم اثناء حرب الهكسوس نيابه عنهم الى حين عودتهم منتصرين. قالت لهم طول ما في حرب وانتم مشغولين بيها مالكوش دعوه بحكم البلد، انا اللي همسكها وانا اللي هادير البلد لغايه ما ترجعوا ان شاء الله منتصرين. يبقى ده دور الملكه العظيمه اياح حتب. طيب نيجي بقى لايه؟ قال لي نيجي ليه علاقه مصر بافريقيا في عصر الدوله الوسطى. هل مصر وافريقيا كان ما بينهم علاقات في عصر الدوله الوسطى؟ قال لي اه طبعا ده في عندنا علاقات وعلاقات قويه كمان. طيب اول حاجه ايه يعني؟ قال لي اول حاجه اهتم المصريون القدماء بتامين الحدود الجنوبيه واقامه الحصون بدايه من الجندل الاول حتى الجندل الثالث. واحنا قلنا الجنادل صخور موجوده في نهر النيل وموجوده في 6 مناطق، يعني في 6 جنادل. فالمصريين قاموا بتامين الحدود الجنوبيه وعملوا حصون بدايه من الجندل الاول لغايه الجندل الثالث. طيب ايه كمان؟ المصريين كانوا حريصين على اقامه علاقات تجاريه مع العديد من الحضارات الافريقيه. طب زي حضاره ايه كده؟ قال لي زي حضاره كوش، كانت مصر عامله دايما معاها علاقات تجاريه هي وغيرها من الحضارات الافريقيه. طيب هل كان في ما بيننا وما بين حضاره كوش علاقات؟ قال لي اه طبعا، ده احنا وكوش دي كان ما بيننا علاقات تجاريه جامده جدا. ليه بقى؟ قال لي كنا بنتبادل الحلي والمجوهرات، كنا بنتبادل العطور والمعادن، وبنتبادل العاج وتوابل والزيوت، خاصه زيت الزيتون وزيت النخيل. يعني كان في ما بيننا علاقات تجاريه جامده جدا، كنا بنتبادل مع بعض الحلي والمجوهرات والعطور والمعادن والعاج والتوابل والزيوت زي زيت الزيتون وزيت النخيل. يبقى تاني حاجة في علاقة مصر بأفريقيا إن مصر كانت حريصة على إقامة علاقات تجارية مع العديد من الحضارات الأفريقية زي حضارة كوش، وكنا بنتبادل معاها الحلي والمجوهرات والعطور والمعادن والعاج والتوابل والزيوت مثل زيت الزيتون وزيت النخيل. طيب علاقة مصر برضو بأفريقيا ايه تاني في عصر الدولة الوسطى؟ قال لي أقام المصريون القدماء مراكز ومحطات تجارية على طول نهر النيل جنوبا. عملنا محطات ومراكز تجارية طول نهر النيل حتى وسط أفريقيا. طب ليه بقى؟ قال لي المحطات والمراكز دي كان لها دور في تخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. كان مكان كده بنعمله زي المخزن بنخزن فيه ونوزع منه السلع سواء سلع مستوردة او احنا هنصدرها. يبقى رقم 3 ايه؟ المصريين اقاموا مراكز ومحطات تجارية على طول نهر النيل جنوبا. طب ليه كان بيعملوا المراكز والمحطات ديت؟ قال لي لاستخدامها في تخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. ورقم 4 بقى ايه؟ قال لي ارسل المصريون القدماء البعثات لاستخراج المعادن، وده كان ليه اثر كبير في تبادل الثقافات بين مصر وما بين دول افريقيا. يبقى كنا بنبعت مصريين عشان يستخرجوا المعادن من البلاد الافريقيه، وده طبعا كان بيزود التبادل الثقافي ما بين مصر وما بين الدول الافريقيه. قال لي بقى وفي دليل اقوى على علاقه مصر بافريقيا في عصر الدوله الوسطى، فاكبر دليل على عمق العلاقات بين مصر وافريقيا ان الملك امن محات الاول اشار ايه بقى؟ ان هو ابن لسيده من الجنوب، يعني هو ابن واحده ست من الجنوب يعني من افريقيا، واتكلم كتير عن عظمتها ومكانتها عنده. يبقى هنا قال لي وللدليل على عمق العلاقات بين مصر وافريقيا ان الملك امنمحات الاول ان هو ابن لسيده من الجنوب، يعني ابن الواحده من الجنوب يعني من افريقيا، واتكلم كتير امنمحات الاول عن عظمتها ومكانتها. طبعا ده اكبر دليل على عمق العلاقات بين مصر وبين افريقيا. وبكده خلص الدرس بتاعنا النهارده. بفكركم ان كل لينكات الدروس اللي فاتت والدروس اللي جايه هنلاقيها موجوده في وصف الفيديو ده او هنلاقيها كمان في التعليقات. ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، وسلام.